السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. هذه كلمات بسيطة أحب أوصلها لكل من ابتلي في هذه الدنيا ببعض المصائب أو البلايا التي يعني طال وقتها معه، يعاني منها من سنين أو من شهور، وهو يعاني من هذا البلاء أو من أكثر من بلاء. كل منا في هذه الدنيا ما يخلى، لابد أن يكون عنده قليل أو كثير من هذه البلايا أو المصائب. آه، وأنا من الناس الذين يعني مثلي مثل غيري، يعني لابد أنه آه، جاه ما جاه من هذه الدنيا من بعض الأشياء من غير تفصيل، لكن مرينا بعض الظروف ولا نزال نمر ببعضها. ففي شيء فتح الله علي به، حبيت أني في هذا الفيديو أوصله لي، أقصد أوصله لأمثالي ممن ابتلوا ببعض البلايا في هذه الدنيا. كما فتح الله علي بها، حب أني أفتح على أن غيري بها ممن يحتاج هذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. قد يكون، يعني طبعا دائما نسمع كثير انه قد يكون البلايا تكفير ذنوب، وهذا ونسمع أن هذه كلمة سمعناها كثيرا وآمنا بها ولها أدلتها من القرآن والسنة. لكن في شيء أحب ألفت انتباهكم إليه: قد يكون أن الله أراد لك أيها المبتلى، يا من تسمعني وتراني في هذا الفيديو، قد يكون أن الله أراد لك منزلة في الجنة، سواء الفردوس الأعلى أو منزلة عالية في الجنة، حتى وكانت أقل من الفردوس الأعلى، منزلة معينة في الجنة لا تصل، يعني لا يمكن أن تصلها بأعمالك، أعمالك الصالحة التي عملتها كلها، ولو أنها صالحة ويمكن بعضها أعمال عظيمة، لكن تقصر دون أن توصلك لهذه المنزلة العالية جدا في الجنة، سواء الفردوس أو منزلة عالية غير الفردوس. فالله سبحانه وتعالى قد يكون أن الله أحبك وأراد لك منزلة عالية في الجنة، منزلة معينة سواء الفردوس أو بأي منزلة عالية في الجنة، لكن أعمالك لا توصلك إليها. فأراد الله أن يبتليك بالبلايا التي تمر بها، سواء كلها أو بعضها، البلايا المعينة التي عانيت منها طويلا، ليوصلك لهذه المنزلة، لكن سيصبرك عليها، وقد صبرك، ما صبرك على البلايا إلى الآن إلا الله سبحانه وتعالى. ف ابتليك، أراد الله أن يبتليك، قد يكون أن الله أراد أن يبتليك بهذه البلايا التي تعاني منها ويصبرك عليها لتصل لهذه المنزلة. فهذا من رحمة الله بك، ومن كرمه عليك، ومن تمام عدله. فلو أن الله يوصل أحدا لمنزلة عالية في الجنة بدون أعمال تؤهله لذلك، لقال أحد الكفار: كيف الله يوصلنا لمنزلة معينة كيف الله يوصل فلان من الناس لمنزلة عالية في الجنة وهو أعماله لا توصل إليها، في حين أن غيره دونه في الجنة وهو أعماله نفس أعمال هذا الشخص، ما في فرق. ف يعني قد يعترض عن الكفار، يعني يستغربون من هذا الشيء كيف يحصل، لأن الله عدل، ولتمام عدله أراد أن يبتليك ببلايا معينة توصلك لتلك المنزلة، هذا شيء فتح الله علي به، حبيت أني أوصله لأمثالي ممن يعانون بعض البلايا، لعل الله ينفع بهذه الكلمات. والسلام عليكم.